الحضاره النوبيه. مهم. طيب زمان بيقول لنا انه مثلا المنطقه بتاعت وادي النيل عموما، اللي هي كانت التسع دول المتحده مع بعض، المتحدة. لما كانت بيسموها دول حوض النيل. دول حوض النيل، مم. او في فتره ما قبلها اللي هي بلاد النوبه او بلاد السودان القديم، تمام. اللي هي التسع دول اللي الروافد على النيل. مهم. مصر والسودان على راسهم طبعا، ومرورا باثيوبيا ورواندا. يعني خلينا نقول مثلا من المنبع اللي هو إثيوبيا. ايوه تانا وفيكتوريا مهم. لحد الابيض المتوسط. تمام. الحضارات على النيل، لو اتكلمنا عن الحضارات على النيل، اكيد طبعا في اختلاف ما بين الحضارات اللي هي بتكون في المناطق، مثلا خلينا نقول الصحراويه مثلا، طبعا. يعني اللي هي مثلا عندك لو جينا جنوب مصر، شمال السودان، في المنطقه دي، في منطقه النوبه عموما. ولو مشينا جوا تعمقنا في اللي هي في الحتات لا الحتات اللي هي اللي فيها حياه، فيها مياه، فيها خضره، فيها بتاع، اختلاف الاثار واختلاف طريقه التنقيب عن الاثار في الحته دي. التنقيب دلوقتي قصد حضرتك يعني حديثا؟ ايوه. طيب احنا قصة ان احنا مهتمين جدا في مصر بالاخص، يعني دايما تسمع الاثار على طول بيجي في دماغك مصر. ليه؟ لان موضوع الاثار ده خد حيز كبير جدا من تفكير حتى من اول محمد علي، من مصر العلوية والكلام ده. فابتدوا يعملوا يبعتوا الناس بره، يعني ياخدوا ثقافات ويتعلموا حاجات يجمعوا جديدة داتا. يجمعوا داتا، او يجيبوا ناس من بره بيحفروا اصلا اوريدي عندنا هنا، زي مثلا منقبين من بره. انا بشوف طريقتهم، بتعلم منهم. يعني مين اكتشف مقبره توت عنخ امون؟ كارتر يعني. ايوه صح. انجليزي يعني. أيوة. فاهمني؟ معظم كده، معظم الحاجات، المقابر الكامله، الحاجات اللي احنا اكتشفناها والحاجات دي، كان معظم اللي على راس المنقبين هو اجنبي، مش مصري. يعني كنت تبص مثلا تلاقي كل المصريين موجودين في صوره مثلا مقبره توت عنخ امون هم العمال. عمال بس مصريين، لكن القائمين على الدوكيومنتيشن، الحاجات اللي هي الستاندرد اللي هم اللي هو يحفظوا، يكتبوا البيانات، يعملوا، كل دول مش مصريين اصلا. اوكي. فيمكن مصر خدت باع في الموضوع ده، لان هم اوريدي درسوا الموضوع او جابوا ناس علمتهم. فاعتقد ان هو ده خد حيز كبير قوي، وخصوصا ان احنا في فتره من فترات مصر كانت الثقافه دي عندنا. يعني كان محمد علي بيبعت ناس اسمهم مهندسين يدرسوا. أيوة. حتى الهندسه. أيوة. في باريس وفرنسا كان في بعثات كتير رايحه جايه بيننا وبينهم. فيمكن هو ده اللي عمل لما يبقى في نهضه ثقافيه، بيبتدي بقى تفكيرك بيطلع بره الصندوق، بيبتدي بقى تفكر ازاي هتنقب، ازاي هتحفر، لان في حاجات في التنقيب طبعا غلط. فيمكن البلاد التانية ما كانش ليها برضو الباع قوي في الثقافه دي، او ان هم يهتموا بيها، فابتدت حتى تنقيبهم تنقيب خاطئ، مش صح، او على قد فهمك، او على قد مثلا ما سمعت. ايوه، او على حسب مثلا خلينا نقول المعونات او المعونات. أيوة. برضو ما يعني المقومات الاساسيه اللي انت من خلالها تقدر تنقب لان صحيح. حتى يعني كان برضو يعني الاجانب برضو مش دماغهم عاليه يعني. أيوة هو مش صح. هيجي يحفر لك ويطلع لك الاثار. هو كان في نص بيقول ان هو هياخد نص المقبره دي او نص الحاجات المكتشفه في البدايات. فده اللي خلى اثارنا في كل متاحف العالم. يعني في حاجه اسمها المتحف المصري في تورين في ايطاليا، متحف المصري يعني انت متخيل كل الحاجات اللي فيه مصريه، 50,000 قطعه مصريه، اللي هو هنا ما موجود وموجود يعني عندنا. يعني احنا حاجات بنشوفها احنا كأن احنا بنشوفها يعني ما نعرفهاش. فهم بالذكاء ان هم هيدوك ثقافه وهيدوك علم، بس هياخدوا قصادها. مفيش حاجه ببلاش. طيب في يمكن استحضرتني الطرفه في الحته بتاعت التنقيب دي. بيقولوا انه واحد من الافارقه اللي هم في حوض النيل، مع حوض النيل، كان بينقب عن تمثال. فهو بينقب وهو حتى والده بيساله طب انت مين اللي قال لك انه هنا في تمثال؟ فبقول له لا انا شفته في النوم، حلمت به.
جالي في المنام. ايوه. فبقول له طيب يعني انت هتمشي ورا خيالك كده كتير؟ فبقول له ايوه انا متاكد انه حقيقه تمثال. فهو قعد شهور وامتدت سنه وسنتين وثلاثه، فابوه تعب من الحاجه دي، وانه هو يعني سايبه، هم طبعا ناس فلاحين او زراع بيزرعوا محاصيل وبتاع، فابنه سايب والده ده شغال وعمال مع بيحفر. نفسه وعمال يحفر، وكل مره بيحفر في حته كده اه ما بوظ الارض كلها، حفر. فلما تعب منه خالص خلاص. فقام جاب والدته وخدتها في الولد ده، اه فجابها وخدتها في صندوق ومشى في حته بعيده جدا، وقام حفر حته كبيره وقال لها وحط انت هي دي هتكوني التمثال. قاعده هنا. ودفنها. فقعدت يوم كامل فالولد تاني يوم، فابوه بيقول لي يا اخي انا حلمت نفس الحلم اللي انت حلمته، فيلا بينا عشان تشوف الحته دي. فجابوا قال لي خلاص انت احفر هنا وانا خلينا مع نفسي كده مع الزراعه وكده. فلما الولد بيحفر ده ففجاه الصندوق. لقى الصندوق، فقعد يصرخ كده، انا بقول ان انا ايوه انا عارف ان انا حلقاه وبتاع. فاول ما حفر فتح الصندوق فامه طلعت. ده ما كانش فهو حلم، ده كان خش كابوس. في كوما، خش في صدمه هو كان كابوس. بالظبط. فهو خش في كوما انه بتاع، فامه بتقول له يا اخي الله يخرب بيتك انا بسببك نفسي اتكتم يوم لا كامل. بقول لك التنقيب عن الاثار ده بيبقى عامل زي الادمان. يعني في ناس مدمنه فعلا، في شغف في شغف، بالحاجه. وفي ناس مش بس عشان تسرق ولا تتاجر بالاثار، لا ده في ناس بتبقى حاسه ان هي هتلاقي حاجه يعني يونيك، حاجه ما حصلتش. فهو الموضوع بقى في دماغهم زي القمار يعني. مش ايوه. عارف تبطل، مش عارف تبطل تحفر حتى لو ما فيش حاجه بس هحفر برضه. ممكن تكون متاكد انه هنا في الحته دي ما هتلقى حاجه، لكن ما بتبطل التنقيب عن الحاجه دي. عارف، هو دايما الانسان بيسعى للمجهول كده، بيبقى حاسس ان المجهول ده حاجه كويسه، ممكن تكون حاجه مش كويسه على فكره. بالظبط. بس هو دايما عندنا تفكير ان وفتش للصعوبات دايما، انا ما عارف ليه نحن يعني كبني حاجه ادمين. صعبه ليه؟ طب ما تشتغل على نفسك، اعمل مشروع، اعمل بتاع. واحد من الامراء يا رشا، من الامراء الحكام اللي كان في عهد ما، فكان في واحد من الناس المحكومين بالمؤبد او مم. بالاعدام. مم. فبالاعدام كان محكوم بالاعدام. فكان جاو يعني زي اليوم وبكره التنفيذ الحكم الاعدام، مم. فجاو في الزنزانه في السجن بتاعه. فبقى بقول له اها انت هتعمل شنو يعني؟ انت بكره هنعدمك. فقال له انا هعمل شنو يعني؟ فوض امري لربنا يعني. مم. قال له طيب ما فكرت انك انت تتخلص من الحاجه اللي انت فيها دي، من الحبس ده؟ مم. قال له مستحيل. قال له طيب انا هترك لك طب مفتوح. اليوم ده، اه وهخلي لك في الزنزانه اللي انت قاعد فيها دي في مخرج بيطلعك، لو عرفت تطلع منه. دور عليه بقى. ايوه مم. لو عرفت تطلع منه انت معفي من الحكم، حتى لو مسكوك برا الزنزانه حلو. فانت معفي من الحكم وانا عافيتك. لكن لو جيت بكره صباح ولقيتك قاعد في نفس الحته دي انت لا هتتعدم. خلاص فقرارك في يدك. تمام مش خلاه. فبقى بفتش في الحتات الصعبه وفي الدهاليز وبتاع في السجن. ففجاه لقى في حته زي تخته كده تحت رجله، قاعد يخبط عليها برجله. فلقى انه دي حاجه مجوفه. رفع الغطاء لقى انه ده دهليز نازل كده زي مغاره. طب كويس. فمشى تابع المغاره دي وخلاص يعني لحت له النصر كده خلاص والفرح انه خلاص هرب يعني. بقى. مم. فوصل اخر المغاره فلقى انه اخرها حبل مشنقة. شباك حديد مقفول بيطل على نهر اصلا. فهو لو فتح الشباك، لو عرف يفتح الشباك اصلا فحيفتح على نفسه النهر، فهو حيغرق وحيموت في الحته دي، ما مم. حيعرف يطلع. فرجع تاني يائس كده، وهو اثناء ما راجع فلقى في دهليز. دخله دهليز تاني شمال متفرع. مم. فمشى برضه لقاه بيطل على حته تانية فما عرف. فالمهم هو من دهليز لدهليز متاهة. بقى فتش لحد ما تعب، وجا راجع الزنزانه بتاعته وقعد. فالحاكم او الامير جاء تاني يوم الصباح فقال له شايف انك انت قاعد لسه في مكانك ما عملت حاجه. قال له والله فتشت وعملت، وحكى له كل مم. المغامرات كل بتاعت كل دهليز اللي مشيها دي. بالليل. فقال له طيب ما انا سايب لك الباب فاتح. يا نهار ابيض. فانت
انت لو اصلا بتفكر، سهولتها انا قلت لك بصعوبتها. حاسب لك حته انت بالظبط كده، سهولتها في صعوبتها. ايوه فنحن يمكن غلب علينا الطابع بتاع انه نحن دائما بنفتش للحاجات من الجانب الصعب، بننظر أيوة. لها بالمنظار انه يا اخي والله الحياه دي ما صعبه. يعني مثلا رشا يمكن في بدايتها بتصل مرحله قد تلقي ناس يقول لك يا اخي انت مالكم على التاريخ يعني أيوة. واثار ووجع الدماغ وحتمشي وتحفر، لا. لكن ليه نحن ما نجرب؟ الحياه كلها عباره عن تجارب. تجربة صح. ما انت لو سمعت كلام يعني كتير من الناس محبطة جدا، مش قادرة اقول لك يعني. ايوه يعني انا اول مثلا ما دخلت على السوشيال ميديا، لا فالناس قالوا لي ايه يا رشا ايه ده؟ ايه هتطلعي يا شيخة، روحي وشوفي بيتك وشوفي دنيتك يعني انا لو كنت سمعت كلامهم ولولا سبورت من زوجي واولادي وكده، ان هم دعموني فعلا في الموضوع. لو أنا التحيه من هنا، تحيه من هنا. ربنا يخليك. ما كنتش وصلت لحاجه فعلا. أها. لو كنت سمعت كلام كل حد قال لي مثلا لا ده الفيديو ده وحش، ده شكلك كده مش عارف، لا ده هنا دمك تقيل، ده هنا التاريخ ما مش عارفه قصه مش لطيفه، لو كنت سمعت ده ما كنتش كملت. من اشتغل بالناس ما تهمل. هو فعلا انت تقفل أها. ودانك وتشتغل يعني. بالظبط. يعني اهم حاجه الودان. طالما انا مقتنع بانه الحاجه دي يمكن ده ممكن يكون واحد من المبادئ اللي احنا المفروض ناخدها ستاندرد لحياتنا، انه طالما انا مقتنع بانه الحاجه صحيحه وانا قلبي وربي في المقام الاول استفتي راضي قلبك عنها، يعني خلاص يعني يعني فعلا انا جو يعني جو جو هيد يعني يمكن يا انت. صديق فعلا النقطه اللي خلتني فعلا انجح في الموضوع، انا لما بشوف فيديوهاتي في الاول بحس ان ايه ده، كنت ازاي كده يعني الموضوع اتطور اكيد يعني ايوه سنين طبعا كتير طبعا والدنيا طبعا. اتطورت. البدايات دايما بتكون البدايات صعبه. بتبقى فاهم أيوة. محدوده بقى، امكانياتك محدوده أيوة. ودنيتك محدوده والكلام ده. مهم. ف بس حسيت ان انا يعني كانت نيتي في ان انا ادخل في المجال ده، ان انا لقيت الدنيا الناس بعدت خالص عن موضوع التاريخ والثقافه، الموضوع مهم. بعد خالص. كل الناس بتتفرج على طبخ يعني طبخ يا اما يعني لا خلاص ما عندك حاجه في البيت، ما في فيش شيفات في. الدماغ فاضيه يعني الدماغ فاضيه. فانا لما جيت فكرت كانت نيتي ان انا عايزه اوصل معلومه للناس، مهم. عايزه الناس تتفرج على دقيقه مثلا بس تاخد فيها معلومه. كملي يا ستي طبخ وفيديوهات طبخ ايوه وحاجات، بس خد بس معلومه خد معلومه عن يعني. بلدك اقل حاجه يعني. تحس ان اليوم بتاعك استفدت بيه بحاجه. مهم. فيمكن هو ربنا ساعدني برضه في نجاحي، ان انا كانت نيتي خالصه ان انا مش عايزه شهره ولا عايزه فلوس ولا كده، بس عايزه لا اغير الكونسيبت بتاع الناس. كفايه يعني تضييع في الوقت، لان انت بتبص تلاقي عمرك خلص وبتحكي تجربتك برضه من بالظبط. خلال انه دي تجربه شخص نجح بالظبط ممكن في الحياه، انه هو ما خنع او ما استسلم ل ل لمثبطات ومهددات الحياه عموما، سواء الحمد كانوا بني لله ادمين او يعني الظروف ان او. انت فعلا انفلونسر، يعني حد مؤثر، انت مهم. بتاثر في حياه الناس. مم. فان انا اثر بيها اما بالسلب يا اما بالايجاب. فانا الحمد لله لما بروح اي مكان وبشوف مثلا طلبه اثار هم بيعرفوني، فبحس ان انا لا انا اثرت يعني الحمد لله يا ان سلام. انا ليا تاثير في حياتي وحتى بعد موتي. بعد عمر طويل ان شاء يا الله. رب. بس لا يعني انا عملت حاجه ليا ولولادي ولاحفادي ايوه يا سلام. حاجه عايشه لك بصمتك، هو اه الانسان بيقول بصمه، ودايما نحن وقاعد اقول دايما الكلام ده من خلال جنوبي ومن خلال كل المنابر، انه الحياه عباره عن محطه قصيره جدا بالظبط. واحنا قاعدين فيها ضيوف، فيا ريت نحن نرحل منها ونحن لنا بصمه وذكرى طيبه. خصوصا اصلا لما يكون البصمه دي حاجه طيبه. ايوه حاجه يعني كويسه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيقول انه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ايوه صدقه جاريه، او او ابن صالح يدعو يدعو له، له، او علم علم. ينتفع به. شكرا. هي هي دي دي الفكره. هي دي فعلا. فاحنا كنا سعيدين جدا انا جدا اللي مبسوطه جدا، جدا ان قابلتكم بجد. وحبابك تاني حبيبك بالسوداني. انت. نورتينا والله يا استاذه رشا حسن، الباحثه وعالمه الاثار، و في متحف مطار القاهره الدولي. نورتينا وشرفتينا، ونتمنى انه يتجدد اللقاء مرات ومرات ان شاء ده الله. شرف ليا والله. ورمضان كريم عليك، الله تصوم أكبر. وتفطر على خير، وكل الله سنه وانت أكبر. طيبه ليك وللاسره الكريمه ولكل الناس اللي سمعوك واللي بيسمعوك، وكل الناس اللي بيتابعوا رشا على قناه على اليوتيوب. بنقول لهم ادعموها وشجعوها، ما تبقوا ناس محبطين. ان شاء الله. شكرا رشا، كتر خيرك. شكرا كل الناس اللي تابعونا في اللينك اللي فايت. حنرجع لكم تاني اكيد، انتظرونا.